باشمهندس الاخبار. يا في حد بعت سؤال بيسأل بيقول انا خدت كورس 3 دي ماكس معاكم وبقيت بشتغل عليه بشكل كويس وعايز ابتدي اشتغل بيه، بس الفكره ان انا كل ما اقدم في مجال في شركه بيقولوا ان لازم خريجين وكده، فاتدرب عليه ازاي وانا لسه طالب، او اشتغل عليه ازاي وانا لسه طالب؟ تمام. يعني هو دلوقتي بعد ما خلص كورس 3 دي ماكس وابتدى ان هو يطلع بيه بروجكتس معانا، عايز يطور نفسه اكتر وعايز يستمر في الشغل علشان ما ينساش البرنامج. دايما انا بدي النصيحه ديت للناس اللي بتخلص كورس في اخر محاضره، بقول لهم يا جماعه حاولوا على قد ما تقدروا ما تسيبوش الماكس، تشتغلوا بيه كتير وتبداوا ان انتوا تتدربوا وتمشوا ايديكم عليه كتير، لانك انت لو ما اشتغلتش بال 3 دي ماكس هتنساه. طيب انا دلوقتي رحت قدمت في شركات، معظم الشركات مش هتقبلك وانت لسه طالب، او لو هتقبلك فور تريننج، مش هتبقى حاجه بايد. فانت عايز تبقى بتستفيد من 3 دي ماكس بعد ما خدته وتكسب منه فلوس، وبالاضافه لكده انت عايز ما تسيبش 3 دي ماكس عشان ما تنساهوش. فالحل بتاعك في ان انت تبدا تشتغل على فريلانسر، سواء موقع فريلانسر او موقع ابورك او موقع خمسات، هتلاقوا فيه بلاي ليست كامله انا عاملها على فريلانسر، هتطلع لكم في الشاشه هنا او هنا. يعني الفكره كلها ان المواقع ديت بتديك امكانيه ان انت تحتك شويه بعملاء سواء مصريين او بره مصر، وتبدا ان انت تقدم شغلك على المواقع ديت بحيث ان انت تستفيد ان انت تكسب منها وراها فلوس، وفي نفس الوقت تدرب نفسك اكتر. بس ما تعملش كده على طول دايركتلي من غير ما تبقى انت اصلا متمرس كويس في البروجرام وقادر ان انت تطلع البرودكتس كويس. طبعا هو معظم اللي بيخرجوا معانا بيكونوا اصلا طلعوا 3 مشاريع، فهم بيكون عندهم الفلكسبيليتي ان هم يقدروا يتعاملوا مع البروجكتس ويبداوا ان هم ازاي يحللوها، ويقدروا ان هم يعرفوا ازاي يفكروا في البروجكتس بطريقه مظبوطه علشان يقدروا يوصلوا للريزلتس كويسه. بس انت لو ما بتعرفش تعمل دوت، او خدت او ذاكرت الكورس من على يوتيوب، او ذاكرت الكورس من اي حته، فانت بالنسبه لك مهم جدا ان انت في البدايه تقلد صور، يعني تجيب من على بنترست ايمجز وتبدا ان انت تاخد الصوره ديت تحاول تعمل زيها بالظبط، تسيميوليت كل حاجه فيها، تسيميوليت الاضاءه، تسيميوليت الموديلنج، تسيميوليت الماتيريالز بتاعتها، لحد ما تطلع البرودكت بتاعك اللي موجود في الصوره زي البرودكت بتاع الريندر. اعمل كده على 5-6 بروجكتس، هتلاقي نفسك ايدك بقت تمشي بقت ماشيه كويس، وكمان قدرت ان انت تعمل حصيله من مشاريع تقدر تحطها از بورتفوليو سواء على بنترست، على بيهانس، او على فريلانسر. وبعد ما تعمل الحاجات ديت تبدا ان انت تقدم على الشغلانات، هتلاقي في ناس تبدا انها تخش وتطلب منك شغل، وانت الشغل ده تقدر ان انت تعمله وتبدا ان انت تكسب من وراه فلوس. غير كده نصيحه تانية، اعرض بقى شغلك اللي انت عملته ده كله على اهلك وقرايبك واصحابك، وهم اكيد هتلاقي من عندهم معارف هيبقوا عايزين يعملوا ديزاين لحاجه معينه، فيبدا الاول لو انت حتى عملتها لهم فور فري علشان تدرب نفسك، بعد كده هتبدا ان انت تتعرف وتبدا ان انت تاخد شغل من ورا الكلام دوت. كل الحاجات ديت هتبقى مفيده بالنسبه لك، وهتقدر انها تضيف لك كتير علشان تطور نفسك. واوعى بعد ما تاخد الكورس تسيب الكورس، لانك انت كده كده هتنساه لو سبته وما اشتغلتش بيه. لكن لما تبدا ان انت تدرب نفسك واحده واحده، خلاص هيتحول ان هو بدل ما هو يدوب في العقل الواعي، لا هيروح للعقل اللاواعي، فيبقى بالنسبه لك بتتعامل مع البروجرام زي كانك بتسوق عربيه عادي خالص. يعني اتمنى ان يكون المعلومه دي مفيده بالنسبه لكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوز، وتابع البلاي ليست بتاعت فريلانسر عشان هتلاقي عليها حاجات كتير هتساعدك ان انت تدخل الشغل في فريلانسر، وتابع اي ورك شوبس موجوده عندك في هنا علشان تطبق عليها فتزود اكتر من الشغل في البورتفوليو بتاعتك. بالتوفيق ليك يا شباب.